أستاذ كلامك واضح، مفهوم، شكرًا لِك. لكن أنا عندي مشاعر، أتألم، أعاني، أخاف من المرض، أخاف من المستقبل، عندي شعور الخوف، عندي شعور تأنيب، عندي الاستغلال منذ الصغر، عندي، وعندي، وعندي. ما هو الحل؟ هذا هو السؤال الحقيقي، وهذا هو أصلًا عمق كورس فن الشفاء والتحرر. إذًا فلمّا تكون عندك هذه المشاعر، المطلوب منكم جميعًا يكون عندكم وعي وإدراك عالي، وعي وإدراك. يكون عندك وعي بأن المشاعر هذه محطوطة بالغلط. نعم، لا داعي أنك تدافع على نفسك، لا داعي أنك تبرر، لا داعي أنك تحاول تبحث على المبررات الخارجية. كل المشاعر اللي عندك إلى حد الساعة، إلى حد الآن، اللحظة الآن، جميع المشاعر اللي كتحس بها الآن أو قبل أو من بعد، دائمًا تذكر بأن مشاعر ليس بالضرورة أن تكون موجودة. واو! ليس إيش؟ ليس بالضرورة أن تكون موجودة، لكن مهم جدًا أنا نمشي معاكم، ليس بداك الطموح، طموح، طموح ومن بعد الإنسان يرجع إلى الصفر، لأ، خلّيونا نمشيو خطوة بخطوة. أعظم شيء يعيشه الإنسان هو السلام الداخلي، ماشي الفرحة، لأن الفرح هي تموجات، السلام الداخلي هو آمن، مستقر دائمًا. لمّا تكون مسالم داخليًا أو تعيش سلام داخلي داخليًا، أعظم إنجاز ممكن تحققه في حياتك. أما الفرح عادي جدًا أنك تكون فرحان، وعادي أنك أحيانًا ترجع إلى السلام الداخلي، ليس إلى القهر أو الحزن أو الألم بالمناسبة.